اهلا وسهلا بك حبيبتي ومرحبا بك في فيديو جديد لنا على قناتي في اليوتيوب. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاك في احسن الاحوال، وكنتمنى انك تستمتعي به بحال ديما وتاخدي منه اكبر قدر ممكن ديال المعلومات. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم معك على واحد الموضوع اللي انا متاكده انك دائما كتبحثي على الاجوبه ديالو وباغه تعرفي معلومات اكثر عليه، حيتاش غادي يخليك تكوني دائما في نسخه افضل. الموضوع ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون خاص بطاقه الانوثه، فخذي مكان هادئ وخليك معايا في هاد الرحله. واش عمرك حسيتي براسك مرهقه، كديري كل شيء، كتحاولي تيسري الامور، كتقاتلي، كتضحي وكتحاربي وكتفكري في ادق التفاصيل، ومع ذلك كتنعسي وكتحسي براسك مازال ما درتي حتى شي حاجه، ما وصلتي لحتى شي نقطه؟ في كل مره كتحطي راسك فوق الوساده كتحسي بواحد الفراغ كبير، وكتخلي الناس اللي دايرين بك كيشوفوك قويه، ولكن انت مع راسك عارفه باللي كتعيشي الضعف وكتعيشي بزاف ديال المشاعر اللي انت ما قداش تحمليها. اذا جاك هذا الاحساس فغالبا انت داخله في طاقه ذكوره وماشي طاقه انوثه، واخا انت امراه فانت كتعيشي في طاقه ماشي ديالك. ولكن من اليوم ان شاء الله غادي يتغير هذا الامر. فاليوم انا جيت باش نشارك معك 3 ديال الخطوات بسيطه ولكن فعاله الى طبقتيها، غادي تساعدك انك ترجعي طاقتك الانثويه وتخليها تفيض، وكل شيء يتبدل فيك، من علاقاتك لصحتك لنظرتك للحياه وحتى الطريقه اللي غادي تبغي بها راسك. فخليك معايا وغادي نبداو ان شاء الله باول جزء لينا في هذا الفيديو. في هذا الجزء الاول غادي نحاول انني نشرح لك طاقه الذكوره وطاقه الانوثه كتوضيح بسيط باش تفهمي اكثر الموضوع وتكون عندك درايه اكثر به. كل انسان فينا تخلق بطاقتين، كاين عندنا طاقه الذكوره اللي هي طاقه الانجاز، العمل، القرار، النظام، الحزم والقوه، والطاقه الثانيه هي طاقه الانوثه، هي طاقه ديال الاحساس، ديال الاستقبال، ديال الراحه، الابداع، الرقه، الجمال وحتى الاستمتاع. في المجتمع ديالنا بزاف ديال النساء كيبقاو عايشين طول اليوم في طاقه ذكوره بلا ما يحسوا. كتفيقي قبل كاع الناس اللي في الدار، كتخدمي، كتخططي، كتعاملي مع المشاكل والهموم بوحدك، كتجلسي بوحدك، ما كتعطيش فرصه لحتى شي واحد انه يعاونك، ومن بعد كتجي وكتقولي علاش انا مرهقه، علاش ما كنحش بالامان، علاش الرجال كيهربوا مني. بكل بساطه حبيبتي حيت انتي ما عايشاش في طاقتك الانثويه وما عايشاش في الفطره ديالك او الطاقه الاصليه اللي تخلقتي بها. انوثتك مدفونه تحت طبقات ديال الواجبات والضغوط اللي سواء جاتك من تربيه خطا او جاتك من جروح وصدمات تعرضتي ليها. ودابا غادي نبدا معاك 3 ديال الخطوات بسيطه ولكن قويه باش ترجعي لطاقتك الانثويه وتكوني في الوضع اللي انت كتستحقيه. وغادي نبدا معاك باول خطوه اللي هي خطوه فن الاستقبال، فن السماح. الانثى الحقيقيه كتعرف انها تستقبل الحب، كتعرف تستقبل المساعده، الهدايا، الدعم، وكتعرف تستقبل حتى السكون والارتياح والصمت والسكينه. ولكن المشكل ديالنا هو اننا تربينا في واحد البيئه خطا اللي علمتنا كيفاش نرفضوا كل شيء. كتقولي انا ما باغا نحتاج لحتى شي واحد، كل شيء غادي نديرو لراسي، ما عنديش على من نعول، اي حاجه بغيتها انا قادره نديرها ونقضيها بوحدي. والنتيجه كتولي كتعيشي دور ديال الراجل وكتفقدي طاقتك الانثويه. فمن اليوم اذا كنتي انثى باغا تعيش الطاقه ديالها الانثويه، فاول خطوه خاص تبداي بها هي تعلمي تستقبلي المجاملات. ماشي بالضروري فاش يقول لك شي واحد جيتي زوينه تقول له ايوا ما ماشي شي حاجه عادي، او لا حتى انت زوين ولا حتى انت زوينه. بالعكس تعلمي تقولي بصح شكرا للي خطيك، تقبلي المجاملات. فاش يجي واحد الانسان ويقترح عليك انه يساعدك في واحد الامر ما تهزيش الهم وتقولي انا خصني نرد ليه الجميل وحتى انا خصني ندير وقيل لا الا ساعدني راه غيطلب مني واحد المقابل. لا، تعلمي تقولي
شكرا، وخا ممكن انك تعاوني. هذه اشياء كتبان لك بسيطه، ولكن راه كتعطي واحد التاثير رهيب وكتخليك كتعرفي تعيشي الانوثه ديالك، وتعلمي ايضا تستقبلي حتى اللحظات. احيانا كيوقعوا واحد الاحداث في حياتنا اللي حنا ما محتاجينش ندخلوا باش نحلوهم. تعلمي تستقبلي هذا الامر، انه انا غنجلس وغنتفرج وغنشوف الامر كيتحل من عند الله بلا ما نحتاج انني نوض ونتقاتل ونتحارب عليه. انا غادي نحاول فقط نساعدك بواحد التمارين بسيطه. كل صباح حاولي انك تكتبي هذه الجمل في الدفتر الخاص بك. انا كنسمح لنفسي انني نستقبل الحب، كنسمح لنفسي انني نستقبل المساعده، كنسمح لنفسي نرتاح بلا ذنب، كنسمح للراجل اللي كاين في حياتي انه بصح يكون راجل ويدير الدور ديالو، وكنسمح لقلبي انه ينعم بالسكون وبالراحه وبالطمأنينة. ديري هاد التمرين كل صباح لمدة أسبوع، وراقبي كيفاش غادي يتبدلوا أحاسيسك وحتى في المعاملة ديال الناس. وطبعا في كل مرة تحسي براسك باغا ترفضي مجاملة أو باغا ترفضي مساعدة أو باغا تدخلي باش تقضي واحد الأمر، هدئي من نفسك وقولي لا، أنا كنربي الذات ديالي حاليا على أنني نكون في طاقة أنوثة وماشي في الطاقة ديال الذكورة. ودابا أجي معايا باش نمشيو للخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي خطوة الاستمتاع. راه الأنوثة كتزدهر في الاستمتاع، حيت هذيك وحدة من الصفات ديالنا. مع الأسف بزاف ديال النساء ولاو كيشوفوا أن الراحة كسل، وأن الاستمتاع ترف، وأن الضحك وداك الجو الجميل شي حاجة اللي ضعف أو شي حاجة اللي خايبة. فاش كتضحكي من قلبك كتوليتي كتحسي بالذنب. فاش كتقضي واحد الوقت مع راسك وكتكوني مرتاحه فيه وما كديري فيه والو، كتحسي بحال الا راكي ضيعتي داك الوقت. ولكن الحقيقه الاستمتاع هو الغذاء ديال الانوثه. ماشي ضروري تمشي حتى لتركيا ولا تمشي لدبي ولا ما عرفت فين تمشي وديري بزاف ديال النشاطات باش تحسي براسك كتستمتعي بالجمال. بالعكس، اشياء بسيطه ممكن انها تخليك تستمتعي بها وتحسي بالحلاوه ديال الحياه. كويس ديال الحليب دافي، تيزان ولا واحد المشروب كيعجبني نستمتع به، موسيقى ناعمه، واحد الشميعه كتطلق ريحه طلقتها حدايا وبقيت كنتامل فيها، واحد اللبسه خفيفه شريتها لراسي ولبستها واستمتعت بها، النظره ديالك لنفسك في المرايه وانا كنشوف راسي وكنتمتع بالجمال ديالي وكنقول راه انا كنستحق الافضل من الاشياء اللي غتخليك انك تستمتعي. فاي حاجه كديريها حاولي ديريها باستمتاع. فاش تكوني كتجمعي الغرفه ديالك، فاش كتكوني كتقدي حويجاتك، فاش تكوني كطيبي، استمتعي بديك الاكله اللي كطيبي. علاش؟ حيت كنطيبها لراسي انا باش ناكلها. فاش تكوني خارجه كتمشي استمتعي، تلقي عويناتك، ما تبقايش انت غدا وعقلك كيفكر في الماضي ولا كيفكر في المستقبل. لا، انا كنتمشى في الطريق وانا كنستمتع بالضحكه ديال الوليدات الصغار، كنستمتع وانا كنشوف القطاطات كيلعبوا، كنستمتع بالضوء ديال الشمس. هذه كلها اشياء بسيطه، ولكن فاش كنعيشها كنحس بها كنستمتع بها كدير ليا فرق في حياتي. حتى الخدمه اللي انا كنخدمها لما كنتش كنستمتع بها وكنبدع فيها ما غاديش نعرف نوصل للانوثه ديالي وغنبقى نحس بالملل وبالمشاعر السلبيه. دائما ديري في بالك قاعده، الا ما عرفناش نعيشوا الشعور الايجابي فاحنا كنفتحوا الباب للشعور السلبي انه يدخل بلاصتو. غنحاول انني نشارك معك واحد التمرين بسيط. اختاري دائما ساعه ولو مره واحده في الاسبوع، سميها ساعه الانوثه. ديري فيها شي حاجه كتفرحك. ما يكونش الهدف ديالك هو الانتاج ولا ندير شي انجاز، لا، تكون هاد السويعه خاصه بيا فقط باش نستمتع. نخرج ندير قهوه، نمشي لواحد البلاصه زوينه، ناخذ واحد الكتاب عجبني بغيت نقراه، ناخذ بارفان، ناخذ واحد الحاجه اللي غناخذها في ديك اللحظه وغنستمتع بها. مع الوقت غادي يولي هذا روتين ديالك وغيولي جزء من الفطره ديالك اللي انت فقدتيها، وغترجعي تواصلي مع الانوثه ديالك. ودابا طبعا غادي نمشيو للخطوه الثالثه، واللي انا كنظن ما غطيحلكش هذه الفكره في بالك انها داخله في الانوثه، وانها الا طبقتيها ممكن انها دير لك واحد التغيير كبير في حياتك. هي البطء، الثقه في الزمن الالهي. الانثى بالطبع ديالها كتعرف تصبر، ولكن ماشي هذاك الصبر ديال الدل، ولكن الصبر ديال الوثوق. كتعرف ان الوقت غادي يجيب ليها كل شيء، وان الله سبحانه وتعالى عادل، وان ما ضاع منها
اي حاجه ضاعت غادي تعاود ترجع ويجيبها ليها الله سبحانه وتعالى بطريقه افضل. ولكن انت كأنثى فاش كتكوني مجروحه كتلقاي راسك كتجري في هذه الحياه، هي كتسعي غير كتجري غير كتخبطي، ما كتعطيش لراسك حتى واحد المتنفس او واحد الوقت اللي تحبسي وتشوفي الريتم ديال الحياه كيفاش غادي. كتلقاي راسك كتجري مورا الاهتمام، كتجري مورا الاجوبه، كتجري مورا العلاقات، مورا الرضا. وكل ما زدتي جريتي اكثر كل ما كتزيدي تبعدي على الحقيقه ديالك. فإلا بغيتي تفهمي هذا الأمر، راه الأنوثة ماشي هي السرعة، ماشي هي الجري. الأنوثة هي طاقة جذب. كل ما كنتي بطيئة وكتمشي بشوية عليك وكتحركي بشوية عليك وكتقضي الإنجازات ديالك بشوية عليك، كل ما كتعرفي تستمتعي بها وكل ما كتخدمي الطاقة المغناطيسية ديالك. فباش تعلمي البطء غيكون خاصك انك تعيشي في الحياه ديالك البسيطه. فاش نوض الصباح ماشي نخلي حتى تبقى لي ساعه للخدمه او نص ساعه وعاد نوض نبقى كنتجارى وخاصني نلبس وخاصني نفطر وخاصني ناكل وكندخل راسي في ديك الطاقه ديال الجري. لا، كنفيق بساعه قبل، بساعه ونص قبل، كنجمع بلاصتي بشويه عليا، كندير سكين كير ديالي بشويه عليا، كنصيب الفطور ديالي بشويه عليا، كنستمتع بهذيك القهوه ديال الصباح، كنخرج للخدمه بشويه عليا. فاش كنكون يعني كنستحم في الحمام او في الحمام التقليدي ديالنا حنا طبعا كمغاربه بشويه عليا، كنتمعن في داك الجسد ديالي وكل جزء كنعطيه حقه، كنمشط شعري بشويه. كل ما عرفتي تعيشي هذا العيش البطيء، سواء كنت كنطيب، سواء كنت كنخدم، سواء كنت كنعتني براسي، فاش كنهبط هذاك الريتم ديال الجري كنعرف نعيش الانوثه ديالي وكنعرف نتواصل معها وكنعرف نستمتع بديك اللحظه. ما كنبقاش فقط دايره بحال واحد الروبو كنأدي واحد الحركات وكنعطي واحد السرعه ماشي ديالي وكنفاصل على الذات ديالي. فاذا عرفتي تعيشي هذا الامر وعرفتي تطبقي البطء غادي تلاحظي واحد التغييرات ساحره في حياتك. وانا عارفه يقدروا يجي واحد من يزات يقول لك لا ولا انا ما زربتش ولا ما سربيتش راه غادي نتعطل. ما غاديش تعطلي، انا كنوعدك الا طبقتي هذه التقنيه غتلاحظي ان الوقت ولات فيه بركه. احيانا راه ملي كنفيقوا حنا كنتجاروا وكنلقاو راسنا ما دركنا حتى شي حاجه، ولكن انت كأنثى الخط الزمني ديالك كيمشي بطيء. فاش كتمشي بشويه عليك كدركي وكديري بزاف ديال الانجازات وكديريها بشكل متقون وكتستمتعي بها وكتعيشي الانوثه ديالك. علاش؟ حيت هذيك هي الفطره ديالك. الا انت فهمتي هذا الامر غادي يساعدك، وكنتمنى انك ديري بهذه النصائح حيت انا متاكده انهم غادي يبدلوا لك حياتك. وكخاتمه بسيطه لهذا الفيديو الزوين اللي انا شخصيا ما سخيتش، مازال بغيت نزيد نتكلم معكم، فان شاء الله غنحاول يكونوا لينا فيديوهات اخرين في اقرب وقت. فكخاتمه كنقول لك باللي الرجوع ديالك للطاقه ديالك الانثويه راه ماشي ضعف وماشي تراجع وماشي خنوع وماشي خضوع وماشي شي حاجه اللي غريبه عليك. رجوعك لطاقه الانوثه هو قرار كتعيشي فيه انت بامان، كتعيشي فيه بجمال، كتعيشي فيه براحه. فبلا ما تحتاجي تعيشي في واحد الطاقه ماشي ديالك. انتي تستاهلي فقط لان الله خلقك كأنثى، والأنوثة طاقه وفخر ليك، فما تشوفيهاش كشيء كيضعفك. طاقتك الانثويه هي اللي غتخليك ديري نجاحات في هذه الحياه، وهي اللي غتخليك تطوري وتألقي، وفي نفس الوقت غادي تخليك تعيشي مرتاحه. فاذا كنتي حاسه براسك محتاجه انك ترجعي لهذا التوازن وكتقلبي على طريق واضح وبسيط ودافئ، كنعطيك واحد الدعوه بسيطه انك تجي تشوفي كورس طاقه الانوثه. تكلمت فيه يعني بشكل مطول اكثر وشرحنا فيه بزاف ديال الحوايج، وفريمون غنكون فرحانه انك تجي تاخذيه. تقدري فقط تواصلي معايا عن طريق الانستغرام، غادي تلقاي الرابط ديالو هنا في اليوتيوب. وما سخيتش بكم الغزالات، كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد لكم. الى استفدتي ما تنسينيش من تعليق زوين بحالك، وإلا كنتي اول مره غتشوفي القناه ديالي ما تنسيش الاشتراك وشاركي هذا الفيديو مع صاحبتك حيت حتى هي تستاهل انها تستافد من هذه المعلومات. غادي نقول لك بزاف ديال الحب ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.